Der eine hat den anderen das Ohr abgerissen. Ich hab. Wir gucken dann, ja? Ist Ägypten oder Deutschland? Ist besser, ist mehr besser. منور يا اسطى. منور. احلى كابتشينو شربته احلى كابتشينو بجد والله. تدفع فيه كام هنا؟ تدفع فيه كام هنا؟ لو شربت واحد زي ده بره تدفع فيه كام؟ بنفس الكواليتي. يعني مش اقل من 7 يورو ولا 7 جنيه. 3 جنيه الا ربع. اشترى لنا السرير وراح اشترى لنا العربيات. النهارده عايز اشكر الاخ محمود. بسبب محمود النهارده هنفتح الكاميرا. نقول بسم الله. بسم الله. يلا احنا ما قفلناش الباب يا لهوي. هو الراجل اللي فتح بلاش ده. بس كده. الصيف بدأ في ألمانيا. اركب. خدت حاجتك شنطتك كله؟ قدام. منور يا حود. محمود النهارده رحنا انا وهو نجيب ظرف كده دولاب من الجروبات اللي اسمها فري ستاف، يعني حاجات فري الناس مش عايزاها فبتروح انت تكلمهم تاخدها لو عايزها. فالدولاب كان تقيل فجي عمل معايا احلى واجب. حبيب قلبي قلت لهم بقى ان احنا قلنا لو مراتك ما عجبهاش تعملوا اي حاجه في المطبخ تتصرف عليه. امال ايه القطر بتاعك اهو زمانه جاي. تحب تقول حاجه في الكاميرا قبل ما نمشي؟ حاجه في للعوده؟ حاجه في الكاميرا. هي دي الحاجه. دي الكلمه بتاعتي دي حاجه في الكاميرا. قول حاجه في الكاميرا. سلام يا حود. سلام يا حود. اعلان على ايه؟ بتبيعه يعني ولا اعلان لايه؟ 45 جنيه. جابه من مصر ده صح؟ لا عيب عليك، ده الاقيه في القطر. يلا سلام يا حبيبي. سلام. الكسل او التكاسل او زي ما نقول ايه اللي هو الاهمال او تنفيض او الاخر الشنطه بقت تقيله قوي. يعني الموضوع ده سيطر عليا كتير قوي. يعني اولا من الناس اللي انا متابعها اليوتيوبر او ماشيه في نفس الشغف بتاعي ونفس الطريق بتاعي، برضه بيبقى ليهم كده احيانا ايه ينقطعوا فتره طويله بسبب الكسل او بسبب اسمه ايه ده كسل، مش تنفيض ولا حاجه. يعني انت يومين 3 بس بيبقى فيه ظروف غصب عنك، اليومين دول بقى بيسحبوا معاهم اسبوع كمان كسل. فاهم قصدي؟ فدايما ببص على الردود بتاعتهم. ايش فلوجر nee, du weißt, dass ich Videos auf YouTube mache, auf Social Media, da weißt du schon. Schaffen die den Platz hier fertig zu machen, bevor wir mitten spielen? Ja, niemals. Also ich meine, der Boden ist so, ja? الراجل قاعد يتكلم معايا كتير. اليوم راح ودخلت اتمرن، فالحمد لله انها مش حاجه يعني ما حصلش كسل تاني وانا بسجل فيديو. ما علينا. الناس اليوتيوبر اللي انا متابعهم بخش طبعا اتفرج، يعني اما بيكونوا مثلا برضو قعدوا فتره ما نزلوش او كسلوا او حاجه، بشوف يعني سبب الكسل بيرجعوا يقولوا ايه او بيرجعوا ازاي او بيعملوا ايه. حتى يعني من اكتر الناس اللي انا واخدهم مثل اعلى خالص في اليوتيوب اللي هو كيسي نايستات، لسه منزل حتى فيديو كامل عن الكسل او التكاسل. يعني معظمهم بيقعد يعني يشرح نفسه ويتأسف وانا ليه اتأخرت وليه ما نزلتش، ودلوقتي احنا راجعين وبشكل جديد وبوجه جديد وده مكان الجديد وانا بقى هحاول اغير من نفسي وانزل ومش عارف ايه. بعدين في الاخر اكتشفت ان انا اصلا كمتفرج او مشاهد انا مش مهتم بالحاجات دي كلها ولا ليا فيه ولا عايز اعرف انت ايه البلان الجديد ولا هتعمل ولا اي حاجه خالص. انا كفايه عليا تقول لي مثلا اتأخرت عليكم مفيش فيديو نزل بسبب كذا، بس يلا نبدا بقى الفيديو الجديد وتديني يعني المفيد او الانترتينمنت او الضحك او الترفيه او معلومه او اللي انت او الريفيو. يعني شكرا. يعني من الاخر ما بتفرقش معايا بصراحه الشرح الكتير، انت ليه مختفي ليه ما بتنزلش والكلام ده. ولما تحط نفسك او انا لما حطيت نفسي مكان المشاهد، يعني انا نفسي بتفرج فنقول صحيح هم انا هنقعد اشرح لهم بقى ليه ما نزلتش بقى لي شهر وشويه ومن ساعه فيديوهات تركيه وبتاع الشعر وكده. فبالمناسبه الشعر بدا ايه بيظهر واحده واحده اهو شهر، وبعد كده تبدا عمليه النمو يعني. علشان كده انا مش هطول عليكم واقعد اقول لكم بقى انا ايه اللي خلاني ما نزلتش ولا اي حاجه. السبب بسيط جدا، شهر رمضان كله انا قررت يعني اعمله المره دي بقى 100% صلاه صوم قرايه قران، ما فوتش ولا صلاه، ما يعني من الاخر اعمله صح. فما عرفتش بصراحه يعني ما فيش اي باور قبل الاكل الواحد يصور ولا يعمل حاجه، وبعد الاكل الوقت يا دوبك بيخلص زي ما انتم عارفين. فانا حتى يعني في رمضان كنت عايز انزل فيديوهين بس انا بدات في اول فيديو يوم 10 رمضان. اوكي النهارده انا هقول لك على 3 اسوأ نهار اسود عليا. النهارده انا هقول لك على اسوأ 3 حاجات ممكن تعملهم في رمضان، وانا شخصيا لحد النهارده تقريبا معرفش 12 او 13 رمضان تقريبا لحد النهارده كنت بعملهم. يعني انا دلوقتي بحاول واحده واحده ابعد عنهم، ولكن زيك كنت بعملهم، زيك او زيك كنت بعملهم فعلا. اولا البتاعه ديت قررت اقف عليها كده
هي المفروض من تحت عامله كده عشان تحمي الارض البلاستيكيه دي يعني، ولكن علشان تعمل عليها بالانس يعني. ليه؟ علشان انا رجلي، اللي متابع معايا في القناه عارف ان انا رجلي بقى لها سنتين مصابه، الاصابه في العظم يعني، في نقرات كده في العظم على مر السنين، مش اصابه مثلا وتر ولا حاجه، علشان عندي رجلي الشمال لما بجري عليها ببقى غير متوازي. فدي واحده من التمارين المفروض اعملها يوميا مده ربع ساعه. كلنا بنحس بالكسل في رمضان، كلنا بنحس ان الجسم مش قادر يعمل اي حاجه خالص في رمضان. في كميه زي ما نقول مش كسل، قله انتاجيه، الواحد ما بيعرفش يعمل اي حاجه قبل الاكل. والاكل عندنا الساعه كام؟ الكاميرا مش عايز تقف ليه؟ المغرب عندنا مثلا الساعه 8، الساعه اتقدمت ساعه لقدام، فالمغرب اتقدم معاها. ليه؟ انا مش فاهم يعني، حاجه تعصب الواحد. ولكن وبعد كده مشاهد الفيديو ده كملت يوم 20 رمضان. النهارده 20 رمضان، يعني احنا داخلين على العشرة الاواخر. فيا رب ربنا يكتبها لنا كلنا ويكتب لنا ليله القدر لينا كلنا باذن الله. رب عدى لحد دلوقتي 20 يوم، والانتاجيه، انتاجيه الشغل سواء شغل التنس او شغل حتى الفيديوز وكده، عندي صفر خالص. ماشي. على العموم علشان ما اطولش عليكم، النهارده انا هقول لكم على اسوأ 3 حاجات الواحد عملهم في رمضان. انا البتاع اللي انا قاعد عليها دي الكوره بتاعت الجيم، عارفينها الكوره الكبيره دي، انا كنت قاعد على البتاع ده. بعد كده نزلت مصر وقلت خلاص نكمل بقى الفيديو من هناك في اخر رمضان. النهارده 23 رمضان، انا نازل مصر عشان انا زهقت، والله زهقت. انا مسافر مصر لوحدي، جوه توصلني. شكرا يا حاجه، شكرا. المشهدين دول ما لهمش علاقه بالفيديو، ولكن بس كبدايه، بس الواحد عشان ايه طول رمضان تقريبا يعني ما نزلش حاجه. رمضان هنا متعب بجد. الفيديو دوت انا صورته تقريبا على 3 ايام. ولكن الفيديو ما كملش في مصر، ودخل علينا العيد وقضيت العيد في مصر. تيست 1 2 3. اهلا بكم من مصر. انا حاليا في المانيا. فدي رحله التكاسل او رحله الكسل اللي خدت مني تقريبا شهر وشويه. انا ما اعرفش ليه، مفيش اي سبب يعني. ممكن نقول شهر رمضان كله شهر متعب فعلا، ما عرفتش فعلا اعمل فيه حاجه. ولكن ده فيديو الرجوع ان شاء الله باذن الله، علشان اعرف ارجع واحده واحده يعني لليوتيوب. فده يعتبر ايه فيديو الرجوع. بالنسبه للفيديو اللي انا كنت عايز انزله في رمضان فعلا يعني، دي نصايح او اخطاء انا كنت بعملها في رمضان وكانت مؤذيه جدا. الفيديو ده هنخليه بقى ان شاء الله بقى رمضان الجاي ان شاء الله يعني. ده رقم 1. رقم 2 الفيديو او الاثنين الفيديوهين الجايين ان شاء الله دول من ايام تركيا، يعني اللي هو اسبوع او اسبوعين تقريبا قبل رمضان. الفيديوهات دي من تركيا، انا مش عايز امسحها ومش عايز يعني ارمي الفوتج او الفيديوهات اللي صورتها، زي ما نقول ذكريات جميله ممكن يكون فيها معلومه 2 مفيده ليكوا حاجه زي كده. فالفيديوهين الجايين من تركيا، فما تستغربش ان هم قدام قوي. وان شاء الله في الفيديو الثالث حاول بقى مبقاش فيه كسل ولا تكاسل، نرجع. لان انا بصراحه بقى لي 3 سنين في بلان للفيديوز وللمستقبل والكارير وللبيزنس والمشروع بتاعي، بلان كبيره جدا، خطه كبيره جدا. ولكن من ساعه ما بدات عملت البلان ديت وبدات احكيها واقول للناس عليها، عدى 3 سنين ما نفذتش فيها بصراحه غير 30%. لا وحش وحش وحش، 30% وحش، مش هينفع مش هينفع. شجعوني وانا هشجعكم باذن الله. ليلتكم عسل. Dort, Ta, Kaf. Ja. Zum Beispiel, die fallen mir sehr schwer. Ein. Sag mal. Sag. Ein. Hä? Ein. 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 Mit كوكو I تتعلم عربي. حركة. mit I حركات؟ حركات، ايه الحركات؟ تشكيل يعني. عين. ايه عين؟ Ja, ein. عين. عون؟ gibt es kein عون. عون. Big dog status, now I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah, riding around the city with a stick.